عايده روحت فبتقول يا جماعه مين اللي غير مكان الانتريه ده؟ لو في جوزها بيقول لها خير يا عايده يا حبيبتي، ده انت اللي مغيره بنفسك. حتى السواق قال لها ايوه يا مدام خدوا بالكم انا هحرق الى حد ما فيلم اين عقلي اللي موجود دلوقتي على او اس ام بلس بطوله سعاد حسني ورشدي اباظه ومحمود ياسين. عايده بعد فاهم زهقت فراحت لدكتور زودي فبتقول له جوزي مريض نفسي وبيحاول يجنني، بدليل ان انا لقيت عنده كتاب اسمه كيف تصنع مريضا نفسيا ومعلم على حاجات من اهو. دكتور زودي راح لتوفيق قال له بيني وبينك يا دكتور عايز اقول لك حاجه، عايده مريضه نفسيا وبتحاول تجنني، بدليل ان هي جابت كتاب اسمه ايه؟ ايوه كيف تصنع مريضا نفسيا ومعلمه بخطوط عليه من تحت. الفيلم قصه احسان عبد القدوس، حتى هتلاقوا اول اسم موجود على التتر بعد الموزع على طول، وسيناريو وحوار رأفت المية، اخراج عاطف سالم. والفيلم ده في اول ظهور سينمائي لزمن الشقاوه نفسه لمصطفى فهمي. ايوه لان مصطفى فهمي قبل كده هو اصلا كاميرا مان ومدير تصوير، ملوش اي علاقه بالتمثيل. هل الفيلم يصلح للاطفال؟ يعني ازاي يعني؟ طيب بقول لك راجل عايز يجنن مره، لا ما يصلحش للاطفال خالص. هل الفيلم يصلح كديت؟ يصلح كموفي نايت لان هو سايكو ثريلر ومسلي ومشوق. هتلاقوا على الفيلم مكتوب بالالوان الطبيعيه، الالوان الطبيعيه اللي موجوده على التتر دي لان افلام زمان كانت ابيض واسود، فكانوا ساعات بيطلعوا يلونوها بره في المعامل بالالوان الطبيعيه، معناها ان سعاد حسني لو لابس احمر هتلاقيه لابس احمر. يعني دي كانت حاجه عشان تجذب بس الناس تخش الافلام، زي ما يقول لك النهارده الفيلم ده 3 دي او الفيلم ده معمول مش عارف بتقنيه ايه. ولا الناس مقاسه امين، من فضلكم اعملوا لي لايك ومتابعه وشير.